سلام وتوك للبنات وبس. ورد وشوكولاته، هو احنا ليه بنحب الورد وبنرتاح لما ناكل شوكولاته؟ سبيشالي لو احنا كنا في وضع زعلانين قوي او في حاجه مضايقانا قوي، وكأن المشكله اللي مخليانا في الوضع ده اتحلت او على وشك انها تتحل، رغم ان مفيش حاجه بتتغير بعد ما بناكل الشوكولاته غير ان وزننا بيزيد. انا هقول وجهه نظري في الموضوع، ربما لان ده مرتبط بالاب. شوكولاته او بار شوكولاته كان من بعض حضن الامان، الحمايه. البني ادم اللي بيحبك وهو مش عايز منك حاجه وعنده استعداد انه يضحي او ياكل الدنيا كلها علشانك، ما بيحاكمكيش، ما بيفترضش ان اي حاجه واي مشكله اكيد العيب فيكي. البني ادم ده هو الوحيد بابا، فان كنتي محظوظه وعندك البابا ده في حياتك. وبقول محظوظه لان في ناس ما بيبقاش عندها ده لاكتر من سبب. يمكن بابا مش موجود، متوفي او مسافر فمش موجود برضه، او مش فاهم دوره ايه في حياتك، فوجوده زي عدم. بس هتكلم على النورمال، على العادي انه موجود، العادي ان هو فاهم ان هو مصدر الامان بتاع بنته. فبار الشوكولاته عامل زي بيت الاب كده بالظبط، المكان المفروض تحسي بيه الامان، اللي مش طبيعي ان انت تتهاني فيه او تتاذي منه. فهو ده الشوكولاته. اما الورد فده جمال، الوان، ريحه حلوه، ده بيعبر عننا. يعني كل بنت جواها ورده. اي نعم احنا بيتفرض علينا بحكم الواقع في المجتمع ان احنا نخبي الجمال ده، الحقيقه بنتربى على ان احنا نخبيه باعتبار انه جريمه اتولدتي بيها وانت مسؤوله انك تدفعي ثمنها وتتعاقبي عليها عمرك كله. فبنحب الورد عشان مش عارفين نحب جمالنا، كرهونا في نفسنا. انا بقى بقول الفيديو ده للبنات بس لان بمنتهى البساطه انا عايزه اعرف، واحنا لازلنا فعلا بنصدق في الورد والشوكولاته؟ لسه ليهم المعنى اللي احنا كان عندنا قبل كده، رمز الحب، رمز الاحتواء، رمز الجمال، ولا راحت عليه؟ مش عارفه عنكم بس انا بالنسبه لي راحت عليه. سلام.